ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا عبد الرحمن سليمان، ودي قناه سليمان اكسبيرينس. من شهرين فاتوا قبل ما السياحه الصينيه في مصر تقف، انا كنت في الاقصر، وبعد كده كنت مرشد لعائله صينيه، اب وام وابنهم الصغير كان اسمه جوجين. العائله دي انا كنت عمال اشرح لها عادي جدا، وبشرح بكل وضوح يعني. وفي حاجات طبعا كنت بشرحها لما كنا بنروح مثلا حاجة ليها علاقة ان الدين المسيحي ظهر هنا، زي معبد الأقصر. كان في المعبد أصلا 5 كنايس واتهدوا وحاجات زي كده. وأنا متعود في الشنطة بتاعتي أي جست بعمل إيه؟ بدي للأطفال هدية كده صغيرة، يعني تمثال صغير من الحاجات البسيطة دي. فبعد كده لقيت ان هم رافضين تماما. انا مش متعود، لان الصينيين بيحبوا يتقبلوا الهدايا دي جدا. فلقيت الرفض ده ليه بقى؟ انا كنت معاهم 4 ايام. في اخر يوم كان عندنا يومية وادي الملوك، وقعدنا بقى فترة كبيرة ناكل مع بعض وكده. وبعد كده قعدوا يحكوا لي بقى. انا عمري في حياتي ما شفت صيني مسيحي. انا دايما الصيني يا اما بوذي فواتيعه، يا اما بيكون شينلونجا، يعني مش بيتبع اديان اصلا. وانا اشتغلت في الصين واشتغلت في مصر مع صينيين، فصباح الفل. فعمري في حياتي ما شفت صيني مسيحي. بعد كده راحوا الست حكت لي بقى، قالت لي ايه بقى؟ قالت لي ان هي كانت عندها ميه على الركب، حاجه زي كده، وهي عارفه ان في الصين المرض ده صعب يتعالج، حاجه برضو زي كده. قامت راحت كاليفورنيا في امريكا ونامت. وهي نايمه قالت لي ان هي شافت السيد المسيح عليه الصلاه والسلام، يعني عمل بايده كده على منطقه الوجع، وصحيت لقت رجليها ما فيهاش اي حاجه واتشافت تماما. وجوزها برضو كان عنده مرض، ميه بيضة على العين، ونفس الامر حصل له. ومن هنا اتحولوا لصينيين مسيحيين. طبعا الامر ده من يعني اصعب الامور في الصين، ان صيني يبقى مسيحي او ان صيني يبقى يحول من ديانة لديانة. هو الصينيين المسلمين في منطقة معينة وخلاص خلصت، انما المسيحيين قليلين جدا في الصين، قليلين بطريقة غبية يعني. فهي بقى عملت ايه؟ طلعت على المعاش، وجوزها طلع على المعاش، قام بايعين كل ما يمتلكوه وراحوا كاليفورنيا يعيشوا فيها. اشتروا بيت وهاجروا ليها. والابن الصغير ده اسمه جو جين، واد كان في قمة العسل. بس الحوار ان انا عمري في حياتي ما شفت فعلا صيني مسيحي، ما شفتهاش. والصينيين المسلمين اللي بشوفهم بيبقوا كذابين اصلا. بيبقى عايز يجي يعني يشقط بنت مصريه يتجوزها عشان ياخد اقامه بدل ما يدفع فلوس الاقامه، فيقول لها انا بقيت مسلم وهو ولا يعرف حاجه عن الاسلام، يعني ولا اي كلام كده يعني. فدي كانت حاجه غريبه جدا 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 بالنسبه لي يعني. بس وبعد كده لسه على تواصل معاهم لغايه دلوقتي، وهم عايشين في كاليفورنيا ومبسوطين جدا والدنيا تمام معاهم. والمره دي هم كانوا فاهمين جدا جدا عن الصين. قالوا لي كلام مرعب مرعب والله العظيم. انا كنتش متخيل ان في صينيين كده، لان الصينيين دايما لما بتعامل معاهم بيطبلوا لبلدهم. عندهم الايجواء اللي هي حب الوطن والكلام ده، بس بيكون فيك يعني. ماشي. لان الصيني خنووج ماتيرياليستيك جدا، يعني اللي هو ايه، انا هتديني فلوس انا هحبك كده يعني. فالصيني ده الراجل ده طبعا عنده 60 سنه، يعني مش مضطر يكذب عليا لانه مش هيشوفني بعد 4 ايام. خلاص احنا قاعدين مع بعض 4 ايام وخلاص. قال لي الصين اصلا مش مليار. ماشي، ده الرقم ده الحكومه الصينيه هي بتقوله كده وخلاص. الصين مش تاني اقوى جيش ولا تالت اقوى جيش في العالم. الصينيين لو دخلوا حرب هيهربوا كلهم لانه جبنة جدا. طبعا الناس منبهرة دلوقتي بالجيش الصيني وي 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 والكلام ده كله. قال لي ان الصينيين والحكومة الصينية مرعوبة من امريكا والجيش الامريكي، مرعوبين. قال لي مصطلح كده اللي هو فاضو فاضو، يعني اللي هو إيه، يرتعش، فاهم؟ فالموضوع ده انا فعلا عمري في حياتي ما شفت صيني كده. في حياتي كلها ما شفتش صيني كده بيتكلم عن الصين بالشكل ده. بس الراجل ده يعني ايه، انا حسيت منه ان هو صادق بطريقه مش طبيعيه. بعد كده اتعاملت مع صينيين تانيين اللي هم خنكاي فان. يعني ايه؟ يعني اوبن مايندد جدا.
قالوا لي نفس الكلام مليار في المية، اللي هو حرفيا الصين عبارة عن دعاية وإعلان لنفسها، إنما في حاجات كتير مش حقيقية. وأنا عشت في الصين، هو في عقد كده، عقد سري يمضيه الصيني مع الحزب الشيوعي الصيني اللي حاكم البلد، بان انت سمعا وطاعة، وانا هوفر لك طرق كويسة، هوفر لك حياة كويسة، هوفر لك دولة متقدمة وكده. فالصينيين مش في دماغهم السياسة قوي والكلام ده، بس في صينيين عايزين يفكروا، عايزين يتكلموا، عايزين يفتحوا بقهم. مش هيعرفوا في الصين. فلا انا هسافر. هو بقى بالنسبة لهم ايه؟ انا هسافر. انا اتعاملت مع صينيين عايشين في ايطاليا واخدين الجنسية الايطالية. طبعا انت الصيني خد جنسية دولة تانية خلاص باي باي، ما بقاش صيني اصلا، بيتعامل معاملة الاجانب في الصين. اتعاملت مع صينيين في استراليا وكندا وامريكا، دي كانت الجديدة دي، اللي هو واسبانيا طبعا. دي كانت الجديدة امريكا، ان انا عمري ما شفت صيني امريكاني. انا عارف ان هم كتير، بس انا ما اتعاملتش معاهم، ما اتكلمتش معاهم. احنا بنتكلم في كل حاجة في الحياة. بس دي كانت قصة الصيني المسيحي، العائلة الصينية المسيحية. انا اسمي عبد الرحمن سليمان، وبعمل القناه دي علشان اشارك معاكم الريل ستوريز، الحقائق. وعلشان انا حابب كده. طبعا السياحه واقفه، انا مرشد سياحي باللغه الصينيه ومدرس لغه صينيه. فسلام.